سلام واهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم البنات غادي نشارك معكم كيكه ديال البنان. غنديرها بجوج ديال البيضات وغادي نديرها بالبنان وغادي كما كتشوفوا غندير فيها شي اضافات كتجي زوينه 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 بزاف البنات ومغذيه ومفيده، والصراحه بنينه 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 وسهله وبسيطه. غير تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، ما فيهاش بزاف ديال المكونات. حتى بالنسبه لهذه الطريقه ديال الزينه علينا ما كانش شي حاجه متوفره ماشي مشكل. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ابوناو وفعلوا الجرس بالكل هكا توصلوا كل جديد. ولا شفتوا الفيديو عجبكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، وتخليوا لي الاراء ديالكم الا جربتوا شي وصفه وعجباتكم. ومن طبيعه الحال ديروا لي بزاف ديال اللايكات ونبداو بسم الله على بركه الله. طريقه التحضير والمقادير. غادي ناخذ شي حاجه باش غادي نخدموها البنات. وهنا غادي نقاد غير الكؤوس اللي غادي نخدم بهم، دائما الكيسان ديال العنبه. خديت قبيصه ديال الملحه وغادي نضيف عليها ساشيه ديال الفاني من فئه 7 غرام ونصف، وغنضيف عليهم كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده اللي حيت منه معلقه، يعني تقريبا واحد 130 غرام. وتقدروا تخليو الكاس عامر غير على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا كنبغي الحلاوه تكون شويه ناقصه وصافي. حيت غادي نديروا البنان كيف ما غتشوفوا. من بعد غادي نضيف جوج ديال البيضات البنات، من الاحسن يكونوا بحراره ديال الغرفه، وغادي نخلط الكل جيدا كيف ما كتشوفوا مزيان غير بالطراب اليدوي. وتقدروا البنات تخدموا هادشي كامل في المولينيكس الا بغيتوا يعني تسرعوا، اولا الطراب الكهربائي اللي يعجبكم. هنا البنات عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت ما عامرش، يعني كاس الا ربع، فيه واحد 100 و 110 غرام تقريبا، اولا 120 غرام ماشي مشكل. المهم كاس الا ربع. ثم حيدوا واحد 3 المعالق ولا 4 من الكاس باش هكا تعرفوا كيفاش تعبروا. خلطنا الكل كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ الموز اللي كيكون اولا البنان يكون حتى هو بحراره ديال الغرفه. انا هنا خديت 3 لان الحجم ديالهم متوسط. الا كانوا كبار البنات خذوا غير جوج فقط، ولا كانوا طيبين مزيان يكونوا من الاحسن غير هما يكونوا بحراره الغرفه. صافي كنمعكهم بحال هكا البنات بالفرشات مزيان بحال كيما كنا نصاوبهم الوليدات ديالنا صغار. وغادي نديرهم في الخليط ونخلطهم حتى هما عادي، نطربهم بالطراب اليدوي كما كتشوفوا مزيان مزيان حتى يندمج ليا مع الخليط ديال البيض والسكر والزيت. ودابا غادي نمشي نوجد الدقيق اللي هو 200 غرام ديال الدقيق، بالعبار ديال كاس ديال العنبه، جوج ديال الكؤوس. غادي نعاود لكم جوج ديال الكؤوس ديال العنبه البنات 200 غرام. وغادي نضيف عليهم جوج ساشيات ديال الخمارات من فئه 8 غرام، اللي في المجموع 16 غرام. وها هما كيف ما كتشوفوا كنغربل الكل. وكيف ما كتشوفوا الدقيق راه دائما كنضيفوه بالتدريج لان كيبقى على حسب نوعيه الدقيق وحجم ديال البيض. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الكركاع البنات اللي كنكون مقطعاها غير على جوج، ومعلقه ديال الشوكولات هذاك اللي كنديروا في الكوكيز شوكولات دروبس، ولا تاخذوا الشوكولات تقطعوه معلقه صغيره وصافي. ضفت البنات الكاس الاول كيف ما كتشوفوا مع الخمارات وغربلت الكل جيدا وخلطتهم. وغادي نجيب الكاس الثاني غادي نضيف معاه الكركاع كيف ما شفتوا والشوكولات كنديرهم هكا في الدقيق نغربلهم باش هكا ملي غتضيفوا هاد الكركاع وهادشي الكركاع والشوكولات تضيفوه الخليط ديال الكيك ما يهبطش ملي يكون طيب، ما يهبطش غير لتحت. وهذاك الدقيق كيساعدو انه يبقى في الوسط ديال الكيك ديالكم وما كيجيكمش في التحت. وغادي نكمل باقي ديال الكميه ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا اللي قلت لكم 200 غرام بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، جوج ديال الكؤوس اللي كيكونوا معبورين بالمعلقه، يعني كتهزوا بالمعلقه. ومن الاحسن يكون الخليط مغربل باش هكا كل كاس غيعطيكم 100 غرام. هنا البنات وجدت الفرمان درتو يسخن بطبيعه الحال، وخديت المول اللي خديته انا مربع، ما دهنت ما والو. كنبغي نسهل عليا المأموريه كناخذ غير السلوفان وتنديرو من التحت مضوبل وصافي. من بعد راه كندير بالموس وكنحيدو، ومستلوفه من تحت راه ما كيلصق ما كيتحرق ما والو، ما تخافوش. غير ولا كانت اللاطه خفيفه من الاحسن من الاحسن تفرشوا ليه شي حاجه اولا ديروا شي لاطه اللي تكون ثقيله، هذا يكون من الافضل. كما قلت لكم الفران راه تيسخن من الفوق ومن التحت. وهنا غادي ندير باش غادي نزين من الفوق. وهذا من طبيعه الحال اختياري، اي حاجه البنات بالنسبه للاضافات ديال الكركاع اولا الشوكولاط ما كانتش ما تضيفوش، ماشي شي حاجه ضروريه ولكن كيعطي قيمه غذائيه لهاد الكيكه، يعني كيفيد خصوصا الوليدات الصغار، كيفيدهم بزاف، ياخذوا واحد المورسو فيه بزاف ديال الفوائد. المهم هذه هي الطريقه ديال الزينه غنخليها لكم. انتم كتشوفوا يعني ما محتاجه لشرح لا والو. شويه ديال الزبيب وشويه ديال اللوز ايفيلي وشويه ديال الكركاع وشويه ديال الشوكولاط ضرب اللي كنديروا في الكوكيز. الطريقه ديال الطهي كندخلوه للفران. كان عندنا ديال البوطه كنشعلوا عليه من التحت ونديروا في الرف الوسطاني، العافيه تكون ناقصه بزاف بزاف من التحت ما شعلاش بالفوق. كنخليوها لمده ديال 35 دقيقه ونقلبوها. بانت لينا طابت من الجناب بدات كتحمر نشعلوا عليها من الفوق شويه ونقلبوها بشي موس بحال هكا، ومن بعد كنخرجوها.
بالنسبه ديال الضو راه كديروا على 180 درجه 35 دقيقه من الفوق من التحت، ولا كانت الفرفاره من الاحسن في الرف الوسطاني. صافي من بعد ما كطيب كيف ما كتشوفوا راه مازال سخونه. دابا غادي ندير السكين كيف ما قلت لكم البنات، لانني كنبغي نزرب، ما تندهن ما والو، دغيا بحال هكا. والقطر راه القطر ديال الكيك راه 25 على 25 ديال الكيك ديال المول. صافي حيتو دابا غادي نديرو فوق من الشبكه نخليه يبرد شويه ونقدموه بالصحه والراحه. كتجي زوينه 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 بزاف بزاف. وكيف ما قلت لكم فيها قيمه غذائيه كبيره ومفيده بزاف للوليدات. الوليدات ديالكم ديروها لهم الكوتي اولا حتى الكوتي ليكم الفطور، كتجي واعره. جربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي انا غنخليها تبرد غير شويه وغنقطع معكم، ولكن نتوما لو بغيتو تقدموهم الاحسن تبرد مزيان. وصافي الا بغيتو تحتفظوا بها، يعني البنات كنتو ما غاديش تستهلكوها في نفس النهار، كديروها في شي سوبيره اللي كتكون كتسد ما كتدخلش الهواء، وديروها في الثلاجه، وغادي تبقاو كل مره تقطعوا منها وتعطيو للوليدات ديالكم اولا تاكلوها وبصحه وراحه. هذا ما كان. ممكن تجي رطبه، شوفوا الشكل ديالها، رطبه محمره من الجناب من الفوق ومن التحت، واعره بزاف بزاف. وهذا ما كان. كنتمنى من الوصفه اليوم تكون نلت الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا النوع ديال لي كيك ديال الفواكه. راه كيجي زوين بزاف، الفواكه الجافه وحتى الفواكه الطريه، يعني بحال الموز التفاح البرتقال، راه زوينين ومفيدين بزاف ليكم ولوليداتكم. وهذا ما كان. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوا الوصفه وتقولوا لي الراي ديالكم. وإلا عجباتكم ما تنساونيش من اللايكات البارطاج، وتخليو لي التعليق ديالكم زوينين. الا كنتو اول مره تزوروا القناه تابوناو وفعلوا الجرس بالكل، ونتلاقاو فيديو